السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بقول لكم ايه، تعالوا النهارده بقى نعمل احلى صينية جلاش كده بالفراخ. حاجة بس عاملين ازاي؟ حطينا طبعا شوية حاجات كده من عندنا عشان نخليها طعمها حلو وندلع نفسنا شوية. معايا هنا فراخ انا مقطعها صغير، معايا بصلة كبيرة انا مخرطاها، والزبدة او سمنة، معايا زيتون وفلفل الوان، ماشي، والبهارات طبعا بابريكا وكركم وفلفل اسود وشويه قرفه صغيرين وحبهان واحده بس مرقه وسبع بهارات وبهارات فراخ، معلقه من كل حاجه، معلقه صغيره. اول حاجه هجيب كده الطاسه وهنزل بمعلقتين من السمنه او الزبده او الزيت، اي حاجه يعني اللي عندك يعني اشتغل بيه. بعد كده هنزل على طول بالبصلايه. انا مش هحمرها، يا دوبك بس تدبل معايا. وعلى طول هنزل عليها كده بالفراخ. لازم الفراخ تكوني غسلاها جدا حلوة، ولازم تحطي عليها ليمون، ماشي، وانت بتغسليها. هنزل بقى بالكمية ديت كلها كده، ده نص كيلو انا مقطعاه. بعد بقى ما تشوحي كده مع البصل هنزل بقى بالفلفل الالوان، وهخلي بقى الزيتون شوية كده بعد ما الفراخ بس تاخد وتدي كده مع نفسها. هنزل كده بالبهارات وفتت بقى كده بايديا المرقاية عشان متبقاش حد يجي ياكل يلاقي فيها حتة يتضايق. لازم تعمليها كده بايدك. وهنزل بقى بقية البهارات كلها واحدة واحدة اهو، احنا مع بعض اهو، وكلكم انتوا شاطرين وبتعرفوا تعملوا فاهيتا، بس كل واحد وليه طريقة. بعد كده هنزل بكوباية صغيرة من المية، وبعد كده بعد ما تتخلص هروح حاطة الزيتون. هجيب كده صاج أو صينية، أحط فيها معلقة من الزبدة أو السمنة، وأحط كده ورقة ورقة. الورقة اللي تتقطع مش إشكال، يعني برضو حطيها، يعني مفيش حاجة تقف قدامنا. نفرك كده بالراحة كأنك بترسمي لوحة يعني، وتتني بقى كده، تتنيها على جوه. بص ازاي، وبرضه فرشة بالزبدة كده أو السمنة. ونفس ما عملنا كل واحدة كده هنحطها، ونحط بقى الفاهيتا كلها كده، وعليها رشة من الجبنة الموتزاريلا، وبعد كده نقطعها ونحطها بقى في الفرن. نحطها شوية ونطلعها. بص عاملة ازاي. بعد كده هجيب كوباية من اللبن وبيضاية وشوية فلفل اسود وملح. بصي ما شاء الله، ريحتها بقى تحفة. بصي، لازم ندلع بقى بطننا كده أو كرشنا. بصي من جوه عاملة ازاي، ما شاء الله. عايزة بس اوريكي الفراخ من جوه. بصي المنظر. ايه رأيك بقى في الدلع ده؟ يلا بقى جربيها كده وقولي لي ايه رأيك. اتمنى يا رب الفيديو يكون سهل وسريع على قلبك يا رب.